اسهل طريقه ممكن تعملوا بيها دونر الكباب التركي، وصفه منتشره جدا اليومين دولت ومكسره الدنيا، بيعملوه في منتهى السهوله، بيحطوا الدونر في الفرن من غير سيخ ولا حاجه وبيطلع زي الجاهز بالظبط. بصلايه 4-5 فصوص من الثوم، وهنحتاج كيلو من اللحمه المفرومه، تكون نسبه الدهن 20-25%، معلقتين كبار من الزبادي، ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره من القرفه، يعني سنه بسيطه قوي. عاوزينه يبقى معجون بالشكل ده. معلقتين كبار من الزيت كده، امسكها في ايدي وما تلزقش في ايدي. نفرد بقى العجينه كده بحيث تبقى طبقه رقيقه خالص. نقفل ونلفها رول. بقى في الصينيه شويه طماطم وفلفل كده يتشووا معاها في الفرن، رشه ملح بس على الخضار، وندخلها الفرن على درجه حراره 200. على بقى ما تشوي في الفرن هنجهز الصوص الابيض اللي بيتقدم معاها يجنن. كوبايه من الزبادي، معلقه كبيره مليانه من المايونيز، فص توم كده، معلقه كده من المسترد، نحط الملح، فلفل اسود، شويه كده من النعناع المجفف. هنجهز بقى الصوص الاحمر، هنحتاج 3-4 معالق كده من الزيت، هننزل بالبصل، ننزل بفص توم، معلقتين كبار معجون صلصه الطماطم، معلقه كبيره مليانه هريسه الشطه، بس هي مش سبايسي، ده حلو عادي، ربع كوبايه ميه، معلقه كبيره كده من الخل، عصير ليمونه، ملح وفلفل اسود. ده الصوص الاحمر اللي بيتحط على الدونر كده بقى جاهز معانا. في نفس الصينيه بقى كده ايه، نفتح ونفردها. هي طالعه مشويه تحفه. لا ماسكه نفسها كمان، تحفه تحفه. البهريز اللي نزل منها والجوسز اللي نزلت منها دي تشربها كده. نجيب بقى العيش، معلقه من الصلصه او الصوص الاحمر اللي احنا عملناه، واحده من الفلفل بقى اللي شويناه في الفرن ده، نحط كمان طماطم، نحط الدونر، نحط الصوص الابيض، في حاجه حراقه جت في بوقي بس طعمها حلو قوي. هشوح لي كام واحده كده بس اشوف طعمهم ايه، طعمها بس ايه بعد ما تشوح. عاوزه مع الصوص. الصوص الاحمر ده عالمي، وده علامتين، جربوه وليه رايكم فيه.